مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. ظهور بركان في مدينة مغربية يصدم الجميع. قبل الخوض في هذه التفاصيل الإخبارية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار. إليكم التفاصيل. تداول مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يتضمن مشاهد يزعم أنها لحمم بركانية بمدينة خنيفرة، الأمر الذي حظي باهتمام الرأي العام المحلي والوطني. وحسب ما أوردته مصادر، فإن الشريط المذكور جرى توثيقه بمنطقة تسمى تندرغاس بالنفوذ الترابي لإقليم خنيفرة بالأطلس المتوسط، لافتة إلى أن فريقا من الجيولوجيين حل بالمنطقة لأخذ عينة لما قيل أنه حمم بركانية في انتظار صدور النتائج. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد رزقي أستاذ باحث في الجيومورفولوجيا أن الجزم بأن ما تم توثيقه هو عبارة عن حمم بركانية أمر غير ممكن في حال لم تتم معاينة المشهد بالعين المجردة، وهو ما يجعل التحقق مما ورد في الشريط أمرا صعبا. واستبعد الأستاذ الباحث أن يكون للأمر علاقة ببركان، كما ذهب إلى ذلك عموم المتفاعلين مع الموضوع، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة ترتبط بمناطق سمتها تباعد القشرة الأرضية وليس تقاربها. وفقا لذات المتحدث، فإن البراكين الموجودة في المغرب منذ الزمن الثالث خامدة كلها تقريبا، وبالتالي ليس هناك أي مؤشر يدل على أن ما وثقته عدسات الكاميرا يخص بركانا، مضيفا أن تضاريس الأطلس المتوسط والكبير على حد سواء تتميز بتقارب تكتونيات صفائحها وليس ارتخائها. يشار إلى أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مشاهد لما يشبه جمرات مشتعلة، ما أخرج الساكنة بمدينة خنيفرة من منازلها لمعاينة المشهد، في حين ما يزال الغموض يلف الموضوع في انتظار الوصول إلى تفسير علمي للظاهرة.